عايزة تعملي كيكة برتقان هشة وريحتها في منتهى الجمال ولونها فاتح جدا، وبصوا عالية وجميلة وحلوة ازاي. كيكاية ان شاء الله ناجحة معاكي 100%، وكمان هنعملها في الخلاط من غير مكونات كتير ولا كركبة ولا مواعين ولا اي حاجة خالص. في دقايق هتكوني محضراها. وبصي الكيكاية حلوة قد ايه ولونها من جوه جميل، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. يا ريت بقى لو استفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي لايك وشير، وتشتركي في قناتي لو لسه ما اشتركتيش. هنسمي الله ونجيب الخلاط بتاعنا. هننزل فيه اول حاجه 3 بيضات. طبعا البيض لازم نكون مطلعينه من التلاجة قبلها اقل حاجه بساعتين. وهننزل ربع معلقه من الفانيليا ومعلقه خل. هننزل معلقه كوبايه وربع من السكر. الكوبايه اللي نعاير بيها هي نفس الكوبايه، ما نغيرهاش. انا حطيت كوبايه ونص من السكر، كوبايه وربع. انت حابه تحطي كوبايه مفيش مشكله، على حسب ذوقك انت عايزاها قد ايه. وحطيت كوبايه الا ربع من الزيت بنفس الكوبايه. ويا ريت يا جماعه يكون زيت ملوش ريحه، زيت نضيف. وبعد كده في الخلاط زي ما انت شايفه كده هفضل اضرب فيهم لما قوامهم يبقى تقيل. دي معلقه صغيره من بشر البرتقال، وما تكتروش فيه، معلقه صغيره. انتوا شايفين قد ايه، انا حبيت اوريكم هي قد ايه صغيره. وكوبايه مليانه من عصير البرتقال هنعصره على ايدينا او في عصاره البرتقال، ما نخلطوش في الخلاط. يعني يا اما نعصره على ايدينا يا اما في عصاره البرتقال الموجوده عندك، مش هيقول لا. وهرجع اضربهم تاني شويه، دقيقتين كده. في بوله تانية بقى على جنب هجهز الدقيق. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، طبعا نخلاهم الاول كويس مره او مرتين. هنا برضو بوريكم نفس الكوبايه هي اللي بعاير بيها، كوبايتين ونص من الدقيق. ممكن تحتاجي معلقه او معلقتين تاني، على حسب نوع الدقيق مش هتفرق يعني. ونزلت معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. هقلب المكونات دي كلها مع بعض. معلش يا جماعه عندي برد وبتكلم بالعافيه. هنزل بقى الخليط كله اللي احنا عملناه، وهبتدي اقلب فيه زي ما قلت لك. ممكن تحتاجي معلقه او معلقتين دقيق، مفيش مشكله خالص. طب حسيت القوام تقيل، ممكن نحط معلقتين 3 من عصر البرتقال تاني او ميه، مفيش مشكله. هبتدي اقلب كده لحد ما اتاكد من القوام بتاعي، وده القوام اللي انا عايزاه. اي صينيه بقى عندك هتخش الفرن. المقادير بتاعتي دي عملت لي الصينيه دي، هي مش عارفه والله المقاس بتاعها كام، لكن دي المقاس الوسط في طقم الصواني. يعني دي الصينيه اللي في النص، ولا الكبيره ولا الصغيره. هدبها دبه خفيفه كده وادخلها الفرن. شايفين الجمال. قعدت بالظبط ساعه الا ربع في الرف الاوسط من الفرن. طبعا بنختبرها الاول قبل ما نطلعها، نتاكد انها استوت. بعد كده نطلعها، وما نطلعهاش من الفرن على طول، نسيبها في الفرن ربع ساعه قبل ما نطلعها عشان ما تهبطش مننا. واي سؤال عن الكيكات ابعتولي في الكومنتات وانا هرد عليكم. طبعا انا قطعتها كده بعد ما بردت خالص، ودي يعني من المرات القليله قوي اللي بصبر على الكيكه انها تبرد. لكن الصح ان احنا نسيب الكيكايه تبرد خالص، ما يبقاش فيها اي حراره عشان نقطعها. بصوا الجمال بقى، وبصوا اللون. كيكايه طريه جدا هشه، طعمها حلو قوي وريحتها احلى. عايزه اقولك البيت كله كانت ريحه البرتقال ماليه البيت كله. بصوا بقى قد ايه هي هشه وجميله. جربيها ان شاء الله بالمكونات دي وبالطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه جدا. ان شاء الله هتعجبك ومش هتبطلي تعمليها طول الشتاء. ومكوناتها بسيطه جدا واقتصاديه، وبسم الله ما شاء الله الصينيه الكيك يعني تقضي اكتر من 6-7 افراد كذا مره، يعني مش هتاكليها في مره واحده. حلوه جدا. والقطعه انا بصوا مقطعاها كبيره قد ايه، حلوه قوي. ومكوناتها سهله وبسيطه. ان شاء الله تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا. وان شاء الله تعملوا كل حاجة وتطلع احسن مني كمان. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، وتفرجي على الفيديوهات القديمة ان شاء الله فيها حاجات كتير هتعجبك. بصوا الجمال يا جماعة، حلو قوي. انا حابة اوريها لكم من كل مكان. والقطعة دي على فكرة اللي من الحرف مش من اللي من النص، عشان دايما نقول ان الكيكاية من النص بتبقى عالية ومن الحروف لأ. بصوا الكيكاية حتى من على الحرف عالية وحلوة ازاي، والتسوية بتاعتها في منتهى الجمال.
اشوفكم في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وكل فيديوهاتي ان شاء الله تعجبكم، واكون ضيفه خفيفه عليكم.